هتصدقوني لو اقول لكم ان الكمية اللي قدامكم دي كلها اتعملت من كيلو دقيق واحد. اه والله من كيلو دقيق واحد. تعالوا كده نشوف الجمال ده. بس عايزة اقولك، لو انتي من الناس اللي بتحبي العجين فصدقيني عمر بيتك ما حد فيها يبات من غير عشاء. يعني بكيلو دقيق واحد زي ما انتي شايفة كده، هنجيب كيلو دقيق وهنسمي الله في الاول، وهننزل بيه كده عليه كوباية من السكر ومعلقتين من اللبن البودرة زي ما انتي شايفة كده. اركنيهم على جنب، وهاتي كده حاجة انزلي بظرفين من الخميرة، حوالي معلقة كبيرة الظرفين دول بالشكل ده كده. ايوه كده، عليهم معلقة من السكر، وضيفي عليهم ربع معلقة من البيكنج باودر عليهم كده. وعايزة اقولك صدقيني لو الخميرة بتاعتك ميتة مش نشطة بس هتفور معاكي بسرعة. من البيكنج باودر بيخليها تنشط بطريقة سريعة، وهتشوفي بعينك دلوقتي. وركزي معايا كده. يلا بقى تعالي هنجيب الدقيق بتاعنا، وهنا معانا كوباية زيت على زبدة، زيت على سمنة، المتاح عندك مش هنختلف. قلبيه كده تقليبة بالشكل ده كده. واحنا هنا مش هنبس الدقيق، احنا عايزينها قرص طرية بالسكر زي بتاعة الأفران بالظبط، مش عايزينها قرص مبسوسة. ومعانا بيضة، والبيضة دي فعلا بتفرق في العجينة بتاعتنا. يلا بقى هنشغل العجين، ولو ما عندكيش عجين بإيدك يا شاطرة، ومش أقل من 10 دقايق كده عجن. هنقلب كده في الأول بالطريقة دي. تعالي بقى يلا هنجيب الخميرة بتاعتنا، قلبي كده ونزلي الجوانب حلو. ايوه كده. بصي بقى على الخميرة بتاعتنا لما فارت بقت عاملة ازاي. بصي شكلها وتأكدي ان مادام الخميرة بقت بالشكل ده كده، اعرفي ان انتي هتاخدي عجينة حلوة قوي. يلا بقى كده هنكمل عجن. احتاجنا ايه من السوائل؟ وزي ما احنا متفقين دايما ان الدقيق بيختلف. انا هنا خدت كوبايتين مية، كوباية حطيتها على الخميرة ودي تاني كوباية، وهسيبها كده تلم نفسها العجينة بالشكل ده كده. بصوا بقت معانا عجينة حلوة مطاطية ازاي. ايه الجمال ده ما شاء الله. يلا بقى كده في العجان بتاعنا وهنرجعها تاني بالشكل ده كده. لمي العجينة بتاعتك ورجعيها في العجين، نقطتين زيت كده على ايدك. ايوه كده. يلا على وش العجينة، مش اكتر من كده. هنغطيها ونسيبها تتخمر معانا، طبعا على حسب درجة المكان عندك. هنا بقى معنا سكر زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نجهز الحشوة بتاع القرص بتاعتنا وزي ما انت عايزة. وهنا معانا سمسم مش متحمص، سمسم ابيض. وهنا معانا كاكاو خام او كاكاو محلى زي ما انت عايزة، المتاح عندك. وهنا نزلت عليه بمعلقة قرفة، والقرفة اختياري والكاكاو برضو اختياري، على حسب ذوقك وعلى حسب اللي انت عاوزاه. يبقى معانا سمسم، سكر، كاكاو، قرفة. وتعالي ندي البوكس المتين كده للعجينة بتاعتنا نخرج منها الهواء. ايوه كده. يلا بقى العجينة بتاعتنا هنقسمها ونبتدي نقطعها. عملت معايا كام قرصة؟ عملت معايا 35 قرصة بالظبط. وطبعا لو هتقللي الحجم هتطلع معاكي اكتر من كده بالشكل ده كده. يلا بقى نبتدي نشكلها. هناخد هنا شوية من السكر وشوية هنا هنضيفه مع السمسم. قلبي كده بالشكل ده وخليكي مكملة معايا. بس لو انتي لسه مكملة معايا ما تنسيش تدعميني
بلايك وشير، وأكون سعيدة لو اشتركتي. أختكم بسوم محتاجة دعمكم. معنا هنا شوية مية هننزل عليهم بظرف من الفانيليا كده، رشة فانيليا، ونقلبها بتدي ريحة حلوة للمخبوزات. وهنا جبنا حاجة واسعة وهننزل بالسمسم اللي احنا كنا رشين عليه رشة السكر. معانا القرصة كده هنفردها، ويا ريت ما ترقهاش من النص. حطي بقى الحشوة بتاعتك اللي انتي حباها ولمي بالشكل ده كده. هنقفلها بالشكل ده كده، ايوه كده، بططيها. هننزل كده بالمية وهنرجع على السمسم. ايه رأيكم؟ هنكررها مرة تاني معاكو، وزي ما قلتلك ما ترقيش في النص. ايوه كده، لمي نغرق وشها مية وعلى السمسم، وهنفضل نشتغل كده لحد ما الكمية كلها تكمل معانا بالشكل ده كده. يلا بقى هنغطيها مرة تاني ونسيبها تتخمر معانا 10 دقايق، ربع ساعة، يكون الفرن بتاعنا سخن كويس على أعلى درجة حرارة، رف أوسط. وهتدخليها كده بتقعد من 15 ل20 دقيقة معاكي، وبعدين بتشغلي الشواية تاخد لون دقيقتين كده، تطلع من الفرن ببخاخة كده ورشي عليها رشة مية وسيبيها دقيقتين متغطية. في ثانية كده غمضي وفتحي زي ما شفتي كده، هتطلع معاكي بالجمال ده والحلاوة دي. ايه رأيك؟ اظن مفيش احلى من كده، ولا انضف من كده، ولا اجمل من كده. عاملاها ببيتك. يلا اشوفكم على خير، وسلام عليكم.